هو الشتا ايه بقى غير طبق المحشي الجبار اللي انتوا شايفينه ده؟ مش محشي عادي، لا ده محشي بكل التفاصيل والتركات اللي هتخلي يطلع معاكي احلى محشي كلتيه في حياتك. عامله لك محشي مشكل من البتنجان والفلفل والكوسه، وكمان محشي البصل اللي انتوا ما جربتوهوش. بصي، اوعدك ان انت لو جربتيه هتدمنيه. محشي البصل ده من احلى واحلى واجمل المحاشي اللي ممكن تجربيها، مهدور حقه عندنا منعرفوش قوي. بس اوعدك ان النهارده هتاكلي احلى محشي. جربي الطريقة واستنى رأيك طبعا زي ما انا معوداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى الشتا كده، اول ما الشتا يجي، عارفين المحشي في الصيف ما بيبقاش له طعم زي الشتا كده. الشتا دخل والجو برد، يبقى هنعمل بقى المحشي باشكاله بانواعه. هبتدي معاكم كده بالبتنجان والكوسه والفلفل، وطبعا قورتوا مع نفسي، كلكم شاطرين وبتعرفوا تقوروه. لو حابين نبقى نقوره مع بعض في فيديو تاني، عينيا اكتبوا لي في الكومنتات كل الحاجات الحلوه دي اللي هنستخدمها في المحشي بتاعنا النهارده. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف اول حاجه معانا كده. زي ما انتم شايفين كده، مش بقول لكم اعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب، لا لا لا، برضو اعملوهم، بس انا بقول لكم ان احنا معانا محشي بتنجان ابيض وبتنجان اسمر وكوسه وفلفل، وهنعمل كمان معانا محشي البصل. اللي ما جربش بقى محشي البصل ده فاته كتير، وانا كنت منكم بصراحة لحد ما جربته. ومن ساعة ما جربته بصوا بينقل المحشي في حتة تانية خالص، زبدة بجد. هنا بقى جبت بصلاية كبيرة كده حلوة. طبعا انا بعمل على عدد افراد الاسرة، يعني انا مش هعمل كتير، انا بعمل على قدي وعلى قد ولادي، فجبت بصلاية واحدة تكفيني. انت تقدري تستخدمي واحدة واتنين وتلاتة. اديتها بس شق كده او فتحه من جنب كده، مش بتوصل للاخر. وجبت حله ميه زي ما انتم شايفين، وحطينا فيها البصلايه بتاعتي. اول ما البصلايه بتاعتي ابتدت تسيب اول ورقه منها كده، البصل بتاعي استوى وزي الفل. تعالي بقى يا ست الكل في حله على النار كده، وحطيت فيها بقى ايه، معلقه السمنه او الخليط اللي انا بعمله، الميكس الرهيب اللي انا بعمله دوت. وبقوا فكروني كده اقول لكم ايه هو الميكس ده. الميكس ده بقى هنقوله، بس الاول نزلنا ببصلايه كده زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا ايه اشوحها. بعد ما شوحتها كده هديها بقى ايه، سنه من الكزبره كده. طريقه المحشي ده مختلفه عن الطريقه اللي انا ايه بعتمدها يعني. فدايما بنجرب، ودايما ان احنا ايه يعني نحب ان احنا نجرب وصفات ونجرب طرق من بعض، وكل مره ناخد طعم مختلف. نزلت بالبصليه بتاعتي، نزلت بعدها بشويه كزبره كده عشان الريحه، بعدهم شويه من البابريكا كده عشان اللون، ونزلت بالطماطم. الطماطم دي متفرزه عندي. عندك طماطم فريش ما فيش حاجه، ما يجراش حاجه، اضربيها في الخلاط وانزلي بيها. برضو كميه الصلصه هنا على قد كميه المحشي يا ست كل اللي انت هتعمليه. انا هنا بعمل رز على قد افراد الاسره، ولادي زي ما انا قلت لك على قدنا يعني، مش هعمل حاجه زياده. هنا الرز بتاعي كنت غسلاه، انا مستخدمه هنا حوالي ايه يعني، قولي اكتر من نص كيلو رز كده بشويه. هنا بقى ببتدي ان انا اشوحه الاول. الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، وبتفرق عندنا في الرز. عايزه اقول لك 180 درجه، ان احنا نشوح الرز الاول في الماده الايه، في الماده اللي هي الصلصه والماده الدهنيه كده كويس قوي مع البصلايه. اللي متابعني بقى يقول لي طريقتي اصلا في المحشي كانت ايه. هستنى بقى طبعا الشاطر اللي متابعني هو اللي يقول لي انا كنت بعمل، انا في حاجه هنا عملتها وما كنتش بعملها في المحشي بتاعي. لو انتم متابعيني اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هنا المحشي بتاعي بقى بعد ما على نار هاديه كده ابتديت ان انا اشوحه كويس قوي في البصلايه بتاعتي والماده الدهنيه. بص الرز بقى ايه، خد سوا كده نسبه 20%، وقلبته كويس قوي على نار هاديه. بقى عندي بصوا مفلفل، والصلصه بتاعتي اتقلت كده ولونها بقى جميل. لون الرز بتاعي بقى جميل، ما فيهوش ميه ولا صويص. بعد كده بقيت البصلايه بتاعتي، انا مش حطيتش البصلايه كلها، خدت البصل بتاعي مش هقول لكم بقى، شوف كنت هغلط واقول لكم. هنا حطيت عليه ملح وفلفل، انا ما حطيتش ملح هناك ولا حطينا فلفل اسمر. وحطيت كمان بقى من شويه الايه، شويه من الكزبره او شويه من الكمون اللي انتي بتحبيه. انا بحب الكزبره جدا بصراحه. ابتديت ان انا افركهم بايدي، ودي خطوه تاني خطوه معانا مهمه جدا بتفرق في طعم المحشي. عندنا بقى الخضره بتاعتنا من شبت وكزبره وبقدونس مقطعينهم كده. والخضره طبعا هي اللي بتعلي الريحه والتست بتاع المحشي بتاعنا كويس قوي. انا مش بحطه على الصلصه، لا بحب ان انا احطه وادوب واقلبه كده في البصل بتاعي. بعد ما البصل ده عصرته ونزلت منه كل ميته، حركه اللي احنا بندعك البصل دي مهمه وبتفرق قوي قوي في طعم المحشي. كده خلصنا اول خطوه اللي هي الرز والتسبيكه. بعد كده بننزل بقى بالرز بتاعنا هو ساخن كده على البصل اللي احنا دبناه بالملح والفلفل والكزبره، وحطينا عليه الخضره بتاعتنا المشكل. هنبتدي بقى نستنى لما يبرد كده، وببتدي ان انا اقلبه كويس قوي هنا بايديا. ليه بقى بايديا؟ عشان اتاكد ان كل حاجه دخلت في بعض وكله اتمزج مع بعضه. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ مفيش بقى صلصة زيادة، مش صايص كده، لا مفلفل في نفس الوقت، لونه جميل مخدوم بالصلصة والبهارات بتاعتي مية مية. الحلة اللي انا عملت فيها الصلصة طبعا بستخدمها برضو ان انا اسوي فيها المحشي.
محشي البتنجان او الكوسه او الفلفل او اللي هي المحاشي دي بحب ان انا اوقفها، ما بحبش ان انا ارصها ليه عشان ما تتعجنش معانا وتبتدي تاخد سواها المظبوط. بوقفها كده واحد جنب واحد لحد ما اخلص الحله بتاعتي كلها. ببتدي في الاول كده ابتدي ان انا احشي البتنجان زي ما انتم شايفين كده. بنملي البتنجانيه، ما بنبسهاش قوي ليه؟ لان بندي فرصه للرز بتاعنا ان هو يستوي. انا هنا كمان لو انا مليت البتنجانيه عندي قوي انا مش قلقانه، لان انا اصلا مسويه الرز بتاعي بنسبه 20 30% اللي خدهم معايا على النار. فلما ابتدي يزيد عمره وهيزيد معايا الزياده اللي هتخليه يخرج مني بره اللي بتنجانيه بقى، ويخلي شكل المحشي بتاعي وحش، او يطلع مني كميه رز كبيره، او البتنجان يفتح معايا في السوا. لا ابدا. قولوا لي بقى انتوا طريقتكم ايه في المحشي؟ طبعا الشتا زي ما قلت لكم بيحب المحاشي، وخصوصا بقى البتنجان والكوسه والحاجات المشكله دي، وكمان الكرنب. يا سيدي على الكرنب ولا ورق العنب. ان شاء الله استنوا مني فيديو جامد جدا لورق العنب، لعشاق ورق العنب اللي منهم بنتي بتحب ورق العنب جدا. فيعني لما نحب نيجي نعمل حاجه زي الاكلات الحلوه دي لازم نعملها بمزاج كده ونعملها. انا يعني بعمل الاكله دي مثلا المحشي ده مش كل اسبوع، ممكن اعملها كل شهر. فلما اجي اعملها وتتاكل كلها كده تبقى يعني بصوا اكله متعوب عليها، معموله بنفس كده ومخدومه صح. الفلفل هنا زي ما انتم شايفين ساعات اوقات بفتحه خالص، واوقات بقى ايه بقطعه كده عشان يبقى عندك شكل حلو. لو انت عامله عزومه بقى بتقطعيه كده بيفضل بقى محافظ على شكله، وانت بترصيه على السفره بتاعتك وانت بتحطيه في التقديم بيبقى حلو جدا جدا، وبيحافظ ان الرز بتاعك ما يخرجش من الفلفلايه كده، وبتطلع كمان شكل الفلفلايه حلو قوي. دي الكوسه بتاعتنا بعد ما قورناها بنديها شكل جمالي برضو. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي، بتفرق في العزومات بقى على السفره كده، في العزايم الكبيره بجد بتشرفك وبتكون فرقه قوي. بتحس ان انت بصوا عامله حاجه اخر شياكه. ببتدي برضو بالمقوار كده اخدها من الجناب كده بالايه بالعرض ده بقى. مخلل البصل المخلل محشي البصل الروعه اللي ما جربوش بجد يجربوا على ضمانتي. وهستنى رايكم تحت في الكومنتات. حاجه كده خيال. انا قبل ما اجربه طبعا من هنا بندي تحيه لاخواتنا العراقيين، لان هم اللي بيعملوا الضلمه، والضلمه دي فيها البصل. فلما انا جربتها لقيت فيها البصل، انا كنت مستغربه البصل هنحشي البصل، فطلع روعه. يعني عايزه اقول لكم مش دي طبعا مش اول مره اعمله، لا ده انا عملته قبل كده كتير. فقررت ان انا اعمله معاكم طبعا لانكم حبايبي، واتمنى كده ان انتوا تجربوه وتحبوه. شايفين بقى بنفضيها بمنتهى السهولة. والبصلاية دي بتطلع معانا كمية كبيرة جدا. يعني البصلة بصوا بتطلع، بتفصلي منها الرئات كده وبتطلع يعني كمية كويسة. هنا بقى ببتدي ان انا اخدها كده واعبي فيها كمية رز مش كتيرة. وهي بصوا بقى كمان بتستوي. احنا سلقناها طبعا ما بنتكاش عليها في السوا. بتاخد بس تسوية انها ايه تبتدي تفتح من بعضها كده. رصينا الحلة زي ما انتم شايفين، حطيت البصل على الوش كده طبعا علشان ما يتهريش معايا. دي شوربة كانت عندي بقى، شوربة لحمة شوربة فراخ. الشوربه اللي موجوده عندك، انا دايما بحتفظ بالشوربه اللي زياده عندي في الفريزر، وبطلعها كده لما يكون مثلا عندي مثلا فراخ مشويه هعملها مع المحشي، انا عايزه اعمل معاه لحمه مشويه مثلا فما عنديش شوربه. هنا بحط نص الشوربه. بتبقى قد ايه بقى؟ نص صابع المحشي كده بتبقى شوربه. وبعد كده بنسيبه يغلي معانا على النار. وبعدين بقى لما بيبتدي يغلي كده عشان ناخد اللون واللمعه اللي بتبقى حلوه قوي، بنديله معلقه من الزيت كده. الزيت هيديله اللمعه بعد ما يستوي كده معانا. خلاص كده هو استوى وهدي معانا بعد ما بيغلي. ما قلتلكيش بقى بعد ما بيغلي بنهدي عليه النار خالص وبنسيبه لحد ما يستوي معانا. وفي الاخر بنديله معلقه الزيت الكبيره دي. شايفين الرز من جوه مستوي مفلفل. الكوسه سليمه، مفيش حاجه عندك معجنه، الرز مش خارج بره. جربي المحشي على طريقتي، اوعدك ان انت هتاكلي احلى طبق محشي. تعالوا نشوف بقى الجمال والحلاوه والطعامه بتاعه المحشي. البصل شايفين دايب مش مهري ولا حاجه، متماسك كده زبده. الرز من جوه سليم. اشوفكم